راح اشلح الشحاطة وجعت لي اجريه، انا شبوبيتي حلوة لاني مثل بيه. راح اشلح الشحاطة وجعت لي اجريه، أنا شبوبيتي حلوة لأني مثل بيه. روح يا شفيق، الله يوفقك يا رب. بيضت لي وجهي يا ابني، روح الله يرضى عليك. لك وينه ابو شفيق؟ وينه ابو شفيق؟ ابو شفيق، ابو شفيق، شو عم بسمع عن ابنك شفيق؟ هلا ابو خالد، تعال بارك لي. لك ابني شفيق ربح بالمسابقة الأغنية الذهبية وطلع الأول. غنية؟ ايه غنية شو بقى؟ ولو يا ابو خالد غنيت لح اشلح الشحاطة اللي كسرت الدنيا على السوشيال ميديا، وأنا كنت. والنعم من ابنك وغنيته. شو قصتك يا ابو خالد؟ ده لما تيجي تهنيني وتبارك لي انه ابني شفيق ربح وصار مطرب مشهور. لك شهرة شو يا زلمة؟ شهرة شو يا ابو شفيق؟ لك انت كبيت ابنك باوسخ جو. هلا يعني كل العالم يلي حبته ما بيفهمه؟ هذا الفن اليوم. حبيبي بتعرف انت شو يعني فن؟ الفن اتقان، ابداع، معرفة، من معانيه باللغة التزين، يعني بتقدم افضل اللي عندك. بس هذا فن عم بيعبر عنه الشباب بالطريقة اللي بتناسبهم اليوم. طيب قل لي شو الاستفادة بكلامه؟ شو الفكرة يلي وصلنا اياها بهالغنية؟ يعني بس ليحرك الاجساد بكلامه الهابط؟ بس الغنية كسرت الدنيا والناس هيك بدها. ما احلى غنيت عن قدام الاغاني الباقية. مزبوط، في اغاني مقصودة بيعملوها ناس فاسدين، عناوينها ومعانيها بتصير الخيال الجنسي. لما الناس بتقبلها وبتتفاعل معها، هيدا معناته قديش مجتمعاتنا العربية صارت لورا، عم تتدهور. ليش بقى؟ لأنه كلمات هالأغاني عم بتعبر عن حياة شريحة بالمجتمع موجودين. فتش عن هيدول وشوف من أي بيت وبيئة إجوا. هالأغاني يا أبو شفيق انعكاس طبيعي لحالتهم المتفلتة. الغنى بالنسبة للإنسان لون من ألوان التعبير، بيعبر عن الأفكار، وهالنوع من الفن الهابط لا بيعبر عن بيئتنا ولا بيعبر عن ثقافتنا. يعني هلا نحن الغلطانين يا ابو خالد؟ طبعا انت بايدك حطيت ابنك بطريق غلط. روح شوف حياتهم هيدول اللي ماشيين بهالممشى وبهالجو قديش بعاد عن رب العالمين. تفكك عائلي، امراض نفسية، تكبر، عجب، حرص على المال، خوف من المستقبل، ولك زنا وشرب خمر، وقليل يلي بيسلم من هالشي. اوف 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 اوف، اعوذ بالله، ما بدنا هالطريقة ابو خالد. يعني هالشي هذا اللي بودينا لهون؟ غلطنا غلط كبير يا ابو خالد، وكبير يا ابو خالد، كبير.